أعرب الناخب الوطني وليد الركراكي عن سعادته بعودة النجم سفيان رحيمي إلى المنتخب المغربي، مؤكداً أنه معجب باحترافية وتطور اللاعب، وأن تواجده في المجموعة يبقى عن جدارة واستحقاق. وقال الركراكي عن عودة رحيمي في الندوة الصحفية الخاصة بمواجهة أنغولا: رحيمي كان على علم بأنه ليس هناك أي إشكال معه، وما أعجبني هو تألقه في دوري أبطال آسيا وتمكنه من التسجيل، الأمر الذي دفعني بشكل فعلي لاستدعائه. وتابع: وما أعجبني في رحيمي هو تطوره واحترافيته، إذ لم يسبق لي أن سمع التصريح منه أو شيء من هذا القبيل، وهذا يؤكد مدى احترافيته ورزانته، وبالتالي فتواجده معنا مستحق. استقر لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان الفرنسية على حل لأزمة سببها النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن الفريق. وسلطت صحيفة سبورت الكتالونية الضوء على غياب حكيمي عن مباراة برشلونة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات. وقالت الصحيفة: غياب حكيمي يشكل ضربة قوية في ظل تشكيله جبهة خطيرة هجوميا مع الفرنسي عثمان ديمبلي في الجهة اليمنى.